بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن البنك المصري الخليجي. فده سهم بالدولار، يعني اللي معاه دولارات، يعني لو حد محوش دولارات حاططهم كده تحت البلاطة في مصر، فممكن تشتري بيهم سهم زي كده. سهم يعتبر في قاع، وممكن يديلك يعني أضعاف السعر الحالي. السهم طبعا يعني في قاع سحيق. تمام. نشوف هنا كان سعره في سنة من السنوات من أول ما نزل كان سعره 190، يعني دولار وتسعين سنت. ده سنة كام؟ سنة 97، 1997. يعني تخيل السهم ده بيهبط من امتى. لكن هو ان شاء الله ده هيكون اخر قاع عمله. فسهم زي كده بالدولار لو حد معاه دولارات، او لو حد يكون شغال بالخارج ومعاه دولارات، يعني زي حالاتي كده، فممكن نشتري في سهم زي كده، بحيث انت لو عايز تخلي فلوسك دولار، او مش عايز يعني تفك الدولارات وتخليها مصري، فده سهم ممكن يكون مناسب ليك. تمام. وكمان خاصة اللي أنا ملاحظه إن أسهم الدولار في البورصة المصرية يعني كان فيها هبوط طبعا، يعني هبوط سحيق لمعظم أسهم الدولارات، اللي هو زي ده. وهننزل برضو بعد شوية القبضة الكويتية دولار. وبرضو اسمه ايه ده، آه مرضايف. فالأسهم دي بالنسبة ليها فهي حاليا في قيعان، كلها تقريبا في قيعان. تمام. ونلاحظ ان ممكن الفترة اللي جاية سعر الدولار مقابلة للعملات بينخفض، والدولار ممكن داخل على تخفيض في قيمته، او داخل ان هو العائد على الدولار منخفض، او بمعنى ان الفيدرالي ممكن يخفض العائد على السندات الامريكية. فده هيدي انطباع ان ممكن اسهم اللي بالدولار هي ممكن تتحرك. بالنسبة لو عندنا في مصر يعني، فممكن أسهم الدولار تبدأ تتحرك. ليه؟ لأن لو حد معاه دولارات، أو مؤسسات مثلا عندها دولارات، أو لو مستثمرين، أو لو عرب، لو أجانب معهم دولارات، فالعائد على الدولار أو العائد على السندات هينخفض. فهم يبقى البديل معاهم ان هم ممكن يشتروا اسهم بالدولار، لو هم عايزين يحافظوا على الدولار من غير ما يغيروها لجنيه مصري. خصوصا الاسهم دي في منها طبعا لشركات كويسة، شركات ماليا كويس، زي ده زي البنك المصري الخليجي، يعني يعتبر كويس برضو ماليا كويس، زي القبضة الكويتية. فكل دي أسهم ماليا كويس، وأسعارها في في قيعان، وأسعارها منخفضة انخفاض سحيقي جدا. طيب هو نبص عليه كده، يعني السهم ده يعني من أول ما نزل للتداول فهو ماشي معانا كده تقريبا كده، هو بيعمل معانا مثلث. بمعنى المثلث بيبقى 5 أضلاع، فكده عملنا وبعد كده بي، وكل النزول ده كان سي. هنطلع نعمل الضلع دي، ممكن يوصل معانا للأماكن دي، وبعد كده نبدأ ننخفض تاني. تمام. بالمنظر ده طبعا احنا ممكن ناخد سنة ولا سنتين واحنا بنصعد في الصعود ده، اللي هو الضلع ده ممكن ناخد فيه سنة ولا سنتين. بعد كده نبدأ ننخفض تاني، وفي النهاية نبدأ نعمل صعود. والصعود اللي جاي ده هيكون إما صعود اندفاعي قوي، ونخرج كده من بره المثلث. تمام. ونبدأ هنا مثلا صعود قوي في الأماكن دي، نعمل الشكل ده مثلا. تمام. اهو نعمل كده، وعلى الأقل هنطلع تاني عند القمة دي اللي عند جنيه 90 قرش، وقد نتجاوز القمة دي. يعني احتمال برضو نتجاوز القمة دي. طبعا ده على المدى الطويل، يعني ده هياخد معانا سنين طبعا، مش يوم وليلة. فده يعتبر استثمار على المدى الطويل. يعني انت معاك دولارات، معاك 4000 دولار، معاك 5000 دولار، اعتبر نفسك اشتريت مثلا حتة أرض، اشتريت عقار، اشتريت أي حاجة، وتنتظر لمدة سنين معينة، وهتلاقي بعد كده إن شاء الله هتطلع بكذا ضعف للفلوس بتاعتك. برضو سهم تاني بالدولار، اللي هو القابضة الكويتية بالدولار. طبعا دي شركة قوية ماليا. تمام. يعني طبعا الشركة أو السهم قوي ماليا، وكمان يعني أقلق لنا
عند القمم دي، فهو كده ايه رسميا اتحول معانا للاتجاه الصاعد. تمام، السهم ده تحول للاتجاه الصاعد وعمل لينا اول موجة صعود هنا. اول موجة صعود هنا خماسية، ادي هنا كانت 1 2 3 4 5، ونزل ليها تصحيح كامل. تمام، وهو حاليا كاسر طبعا الدعم ده، بس انا اعتقد ان هو كسر وهمي، وهيبدأ يرد طبعا من الاماكن دي. السهم برضو نشوف عن قياسات الفيبوناتشي، يعني هو كاسر نسبة 61. طب هو هيروح فين تاني؟ هيروح مثلا الاماكن دي، ده اذا نزل ليها، يعني ده اذا نزل ليها. لو نزل ليها فرصة ممتازة جدا للشراء، يعني الرقم ده لو نزل ليه اللي هو عند 630، فده مكان ممتاز جدا للشراء. والأسعار الحالية طبعا ممتازة للشراء، إنه ممكن ينزل كده سريعا، أو ممكن ما يكملش لحد هنا، وممكن يبدأ يرد معانا. بس هو يعني إغلاق الشهر كده يوضح إن هو إحنا هننزل تاني، هننزل نروح فين. فده دعم معانا عند 630. طبعا السهم ده كاستثمار للمدى الطويل، وهيروح بعد كده لأرقام بعيدة. فاحنا كده عملنا رقم 1، وهتكون بعد كده كل موجة الصعود دي هتكون كل موجة الصعود دي رقم 1. بعد كده عملنا رقم 2، بعد كده نبدأ ننطلق في اندفاع قوي وصعود قوي، ونعمل رقم 3 4 5 اهو، نكون بالمنظر ده، ونبدأ نعمل الشكل ده. تمام، ويبقى فيها صعود قوي. فبرضو ده السهم ده ان شاء الله هيكون فيه اضعاف سعره، يعني هيكون فيه اضعاف سعره باذن الله. غير طبعا شركة قوية، شركة بتوزع لك ارباح، بتوزع لك اسهم مجانية في بعض الاحيان. يعني السنة دي وزعت 35 سنت. تمام، وبرضه هتوزع اسهم مجانية، وشركة اصلا هي قوية ماليا وفي اتجاه صاعد. يعني انت ما غركش الهبوط اللي هو بيحصل ده، لا، السهم في اتجاه صاعد، ما يعني السهم صاعد يعني، وهيصعد وهيروح لأماكن بعيدة خالص. فأنا شايف إن دي فرصة ممتازة جدا لو حد معاه دولارات، لو حد شايل دولارات تحت البلاطة، فأنت أفضل حطهم في سهم زي كده، وهيجيب لك يعني إن شاء الله تصبر فيه كذا سنة، هيجيب لك أضعاف السعر الحالي إن شاء الله. يعني لو نتكلم كده عن أهداف سريعا كده، أهداف للسهم ده. تمام، يعني يمكن السهم ده أنا شايفه إن هو هيبدأ يصعد، اللي هو بالدولار ممكن يشوف فيه صعود قوي أكتر من اللي هو بالجنيه. فأهداف يعني على المدى الطويل ممكن عند 161 فيبوناتشي، عند 2 46، وبعد كده عند 3 59. تمام، طبعا هو مش شرط يصعد من يوم وليلة، فده استثمار طويل الأجل. انت هتشتريه في الأيام دي أو في الأسعار الحالية، أو لو انخفض أكتر، وهتصبر كذا سنة. مش انت عايز من سنة أو سنتين تاخد أرباح، لا، دي حاجة استثمار، يعني لزمن، أكنك اشتريت حتة أرض مثلا وقعدت فيها 10 سنين، فاهمني؟ هكذا عشان تبدأ يعني تشوف سعره كويس. وان شاء الله مش 10 سنين، لا، ان شاء الله اقل من كده. يعني هنا يعني ان شاء الله اقل من كده، بس يعني ده استثمار طويل الاجل، مش من يوم وليلة، او مش مضاربة في يومين 3 عايز تكسب فيه. لا، السهم ممكن طبعا يغلس ويفضل مكان عرضي فترة من الزمن، وبعد كده يبدأ يصعد ان شاء الله. تمام، وشكرا جزيلا.